يتخذ العلماء احتياطات ضد الكويكب 2024 يير 4 الذي قد يصطدم بالقمر، والذي دفعهم باقتراح خطوة جريئة وهي تفجيره. في البداية كان يخشى أن يشكل خطراً ضئيلاً باصطدامه بالأرض، لكن دراسات حديثة أظهرت أن فرص اصطدامه بكوكبنا ضئيلة، ومع ذلك يحذر العلماء الآن من أن هذا الكويكب الذي يبلغ طوله 65 متراً يحمل خطراً ملموساً باصطدامه بالقمر في ديسمبر 2032. اقرأ أيضاً الصين تطلق مجموعة من أقمار يواجن شرطة 40 لدراسة المجال الكهرومغناطي. ومن الجدير بالذكر أن التهديد الذي يشكله هذا الكويكب الذي يبلغ عرضه نحو 60 متراً صغير نسبياً ولن يسبب أضراراً تهز الأرض، ولكن اصطدامه بالقمر قد يكون له عواقب كبيرة على كوكبنا. توقع الخبراء أن يؤدي اصطدام القمر إلى تناثر أطنان من الحطام، مما يهدد الأقمار الصناعية ومحطة الفضاء الدولية، وقد يحدث هذا الاصطدام زخات نيزكية مذهلة يمكن رؤيتها من الأرض، ولكنه قد يزيد أيضا من مخاطر النيازك على الأصول الفضائية، وفقا لما جاء بقناة NDTV الهندية. ماذا تقول الدراسة؟ قام فريق بقيادة برنت باربي من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا بتحليل مختلف الاحتمالات لتقليل الخطر، ونشرت النتائج في ورقة بحثية ما قبل الطباعة لا تزال قيد مراجعة الأقران. فيما يتعلق بهذا الكويكب تحديداً، ادعى العديد من الخبراء ضرورة اصطدام جسم كبير بجانبه لتغيير مداره، إلا أن فريق باربي يرى أنها فكرة سيئة. إن فكرة اصطدام جسم ما بالكويكب تشبه ما شهده العالم مع مهمة دورت أو اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج،